ازيكم يا اكسين والتكنولوجيا الجديد. فيديو النهاردة هيكون عبارة عن استغربوا من العنوان شوية اللي هو ايه الدولة اللي هي بتدعي بحقوق الإنسان وهي مفيهاش حقوق إنسان. هتفهموا كل ده. مبدئيا كده خلونا أرجعكم بالزمن لورا أوي. تحديدا عزيزي المشاهد، احنا دلوقتي بقينا في زمن 1492 ميلادي وسنة 898 هجريا. الزمن ده اللي تم اكتشاف فيه أمريكا، أو بمعنى أصح تم اتخاذ فيه الأرض الأمريكية. هتفهموا ازاي؟ مبدئيا كده كريستوفر كولومبوس لأول مرة يبحر بسفن. ده العادي اللي احنا عارفينه، أمال انتوا متعرفوهوش بقى. كان مطاريد في أوروبا، المطاريد اللي في أوروبا دول جم أفريقيا، خطفوا زنوج، حطوهم في قفاص. راحوا بقى على ايه مرة، أبادوا سكانها الأصليين بالكامل اللي هم الهنود الحمر، واتخذوها وبقت أكبر دولة ديمقراطية وراعية لحقوق الإنسان في العالم كله، اللي هي أمريكا دلوقتي. الله عليكم، الله عليكم والله. يعني بقول لك ايه يا ابني، احنا فين حقوق انسان؟ عزيزي المشاهد، احب اقول لك اللي احنا دلوقتي وصلنا الى عصر حلو قوي. يعني كان في عالم اسمه البرت نابليون، اخترع الديناميت لسبب هو صراحة. يعني هو اخترعه اولا عشان يساعد الناس الغلابة اللي عايشين في المنجم، اللي شغالين طول ليل نهار وحرفيا بيتهانوا، فاللي يساعدهم اخترع الديناميت عشان يسهل عليهم شغلهم ويوفر وقت ومجهود. في واحد سايكوباتي ابن مجنونة ابن جزمة راح قال لك ايه ده حلو، ده بيهد جبال، ما تيجي نموت بعض على طول. هو سايكوباتي. مم. ايه ده؟ الو يا اخويا، عامل ايه؟ يا اسطى، انا سمعت اللي نابليون اخترع ديناميت، بس مش عارف ده بيعمل ايه. ايه ده؟ بيهد جبال؟ طب ما تيجي نموت بعض يا زميلي، يلا انا جاي لك اهو. موت ناس كتير وموت بني ادمين، وحاليا بيستخدم في حاجات كتير قوي الديناميت ده، واتبعد خالص عن شغلته الاساسيه اللي هو يساعد الناس في اللي هم يحفروا المنجم. فسيبوكوا من دي. كان في راجل طيب كده، كبار الراجل ده اتصور صورة زي دي. انا بعشقه الراجل ده على فكرة. تصور صورة زي دي، فجه عمك ألبرت أينشتاين عمل نظرية بيقولك إن الطاقة بتساوي الكتلة في مربع سرعة الضوء، عادي، نظرية طبيعية. فجه السايكوباتي ده قالك إيه ده حلو ده كمان، ما تيجي نموت بعض، يلا نموت بعض تاني. فاللي هو عمل منها القنبلة الذرية اللي لما جه يرميها أصلا كانت الحرب انتهت. فقالك إيه ده، هو أنا أحط دي في تاني؟ طاهر القلب نقي ذاكر لله. أحطها في فين دي؟ هو أنا عاملها لأمي؟ أضرب منها اتنين، واحدة في نجازاكي والتانية في هيروشيما. قالوا يا اسطى بقول لك ايه، شغال لك على حته قنبله 100%. القنبله دي يا اسطى حرفيا انت هتاخد صبعك وراها. القنبله الذريه دي انا خدتها من عمك البرت اينشتاين، عمل نظريه بتقول المربع في سرعه الضوء، الكتله في مربع سرعه الضوء. حلو، النظريه دي عامل منها قنبله ذريه. ايه ده؟ قسما بالله الحرب انتهت. ازاي يا جدع؟ هو انا عاملها لامي يا اسطى. يا اسطى مش ده مش كلام يا اسطى. القنبله دي انا عاملها لامي مثلا، العب بيها كوره في الشارع. القنبله دي يعني اكل بيها البن. ايه يا اسطى؟ طب وربنا اللي ضارب منها اتنين يا عم، هو في ايه يا عم؟ احنا كفار وربنا اللي ضارب منها اتنين. هضرب واحد على ناجازاكي والتانية على هيروشيما بس عشان انتوا كده. والله في داهية. القنبلة اللي اتضربت دي مات منها بالظبط 200,000 بني آدم بقنبلة بس. أما الباقيين اللي عاشوا ماتوا برضه عشان بسبب الإشاعات والسرطانات والأمراض اللي انتشرت ساعتها وكل ده، وحصلت حاجات كتير. وعلى فكرة اليابان عملت فيلم جودزيلا لأول مرة تذكرا بالوحش اللي تم ضربه، اللي هي القنبلة النووية من قبل الولايات المتحدة الأمريكية، اللي هي اللي أنا بتكلم عليها وعمل عليها حلقة الفيديو أصلا. يا بيقول لك إيه بقى، إن أكبر دولة ديمقراطية وراعية لحقوق الإنسان في العالم آه، نسفت فيتنام، مسحت حاجة اسمها أفغانستان، دمرت العراق،
واعلنت الحرب على كل من بريطانيا، اسبانيا، وتقريبا فرنسا، وتقريبا وشاركت في الحرب العالميه الاولى والثانيه، وتقريبا كده ما سابتش حرب على ام الكوكب ابن المجنون ده غير وشاركت فيه. يعني دمرت نص الكوكب بنت اللذين. واخر حرب بتعملها دلوقتي بعد ضد روسيا مع اوكرانيا، اوكرانيا وكوريا، واعلنت الحرب على كوريا برضه. لو ما كنتش راعي لحقوق الانسان كنت عملت فينا ايه يا امريكا؟ نسفتينا خالص؟ لا بس فكر، راعية لحقوق الانسان ولا مش راعية؟ سعيد، راعية لحقوق الانسان يا سعيد، تمام؟ محدش يقول كلمة كده ولا بعد اذنك، يعني هي راعية لحقوق الانسان. خلاص يعني، خلاص يا امريكا، أنا قلت اللي هي انت راعية لحقوق الانسان. الدولة اللي انت واخداها اصلا وضع يد وكلنا بس كاتمين. ولد 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 يا رب كده كده. واحلى حاجه بقى اللي امريكا اللي راعيه لحقوق الانسان دي، هي حرفيا هي فشخ حاجه اسمها كوكب. هي بتعلن الحرب على المجره، وطلع لك بقى افلام الزومبيز والالين، وطلع لنا بقى في حوارات يعني مش عارف ايه، بس بأمان الله ليهم كام فيلم جامدين. عندك سبايدر مان العادي، سبايدر مان اميزنج، سبايدر مان اللي هو طلع في افنجرز، وعملت فيلم ميشن امبوسيبل 3 اجزاء جامدين، وعامله فيلم شاك راش بتاع توم كروز، و تايتانيك. انه دي افلامها الحلوه اللي احنا كلنا متفقين عليهم، مع ان معظمهم مش مصور في امريكا اصلا. بس عندك محدش يكتب هاري بوتر عشان هاري بوتر مش امريكي. هاري بوتر ده انجلترا اساسا. ما علينا. عندك اسمه ايه ده، عندك فيلم بقى زومبي، عندك فيلم فامبايرز، فيلم وورلد زومبي، الفيلم اللي هو بتاع ايه الالينز ده مش عارف. ما علينا، هي عندها افلام خيال علميه بتقول لك ايه، احنا عندنا زومبي وعندنا الينز وعندنا دمار وراعي لحقوق الانسان، ومش مكمل النسكافيه كمان. انا كداب عزيزي المشاهد، انا بكمل النسكافيه بس. وادي الدولة اللي انتوا طالعين لي بيها السما دي، مش عارف على ايه والله، انا ما بحبهاش اساسا. يلا بس بقى، تنساش